بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: للصحب والمخوة يا رفيقي نفادي، من بغانا على الشدة وجدنا قباله، حنا حزامه وظهره لا ظهر كل بادي، باللب الندى لا لاح في الحرب شاله، والجمايل في الدنيا عليها اجتهادي، سعد من له جمايل في سجل الجماله. يا مرحبا وحياكم الله. طبعا اليوم راح أتكلم عن اللهم صل على النبي، على حساس الحرارة، العلامات اللي تدل على تلف حساس الحرارة. حساس الحرارة مو حق الراديتر، لا، حق المويه لا، حساس حرارة زيت القير. زيت القير يوجد له حساس حرارة، حساس الحرارة حق زيت القير، ركزوا حق زيت القير. طيب، له علامات إذا تلف، كيف تعرفها؟ طبعا أول حاجة هذه معروف، أي حساس يطلع فيه مشكلة في الطبلون تجيك علامة تشيك إنجن أو علامة الماكينة في الطبلون، تعرف إن في خلل في أحد الحساسات اللي على الماكينة أو ما شابه. أول عطل راح يطلع عندك اللي هو ظهور لمبة تشيك إنجن أو لمبة الماكينة في الطبلون. طيب، المشكلة الثانية، تلاقي تبديلات الجير غير منتظمة، ما هي منتظمة، تعشق في الدي، توك تمشي يتأخر رقم 1، ما يجيك بدري، يمكن يوصل الضغط ل60، بعد كذا يعشق رقم 2 أو رقم 1، فتلاقي تبديلات الجير ما هي منتظمة، ملخبطة. الRPM تلقاه دائم منخفض. المشكلة الثالثة، الRPM تلقاه دائم منخفض. المشكلة الرابعة، تعرفون الجير الاوتوماتيك يجيله طنجرة دي في الجير دائرية كبيرة كذا ثقيلة يجي فيها زيت، تلاقي الكلشتات تعطلت في طنجرة الجير، تلاقي الكلشتات تعطلت في طنجرة الجير. هذا العطل الرابع. طبعا هذه تقريبا أعطاله اللي تدل على تلف حساس حرارة زيت الماكينة. كذلك إذا كان عندك عيار لحساس لحرارة الجير، تلاقي الحرارة مرتفعة. وفي طرق أخرى احنا نقيس بها الحساس والأسلاك اللي توصل للحساس، قد يكون الخلل من الأسلاك، الكهرباء ما توصل للحساس وزي كذا. ويا مرحبا حياكم الله. هذا الشيء يخص حساس حرارة زيت القير. يا مرحبا حياكم.